بالطريقة التي خاضعا للعرب والمسلمين وعلى الأرض. السلام عليكم، كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. أنا جولي ورجعت لكم بفيديو جديد. شوفوا يا صبايا كيف الجو اليوم، ما شاء الله بجنن، وكتير كتير كان حلو بهذا اليوم. وما شاء الله شوفوا كيف الأزهار بلشت تتفتح بالسويد، والحمد لله عم تطلع الشمس وعم توصل الحرارة تقريبا ل 16 17 باليوم. فما شاء الله ما شاء الله، يعني الأجواء كتير كتير حلوة. فحبيت أخذ لكم شوي لقطات بالهدول الزهرات هيك كيف بيزرعوهم بالشوارع، وما شاء الله هيك بيتفتحوا عاطين جمالية كتير حلو. واليوم يا صبايا الفيديو غير شكل، رح نجهز مع بعضنا أطيب محشي كوسة سوري على أصوله، ورح أشارك معكم فرحتي ببوكس الملابس والأحذية اللي وصلني للطلعة. خليكم معي لنشوف التفاصيل. وهيك يا صبايا بعد ما رجعت من دوامي حبيت اني اعمل هي الطبخة للأولاد، انه يعني المحاشي كتير بيحبوها الأولاد. فحبيت اني بس يرجعوا من المدرسة هيك يتفاجئوا بأكلة بيحبوها. فأول اشي عملته يا صبايا اني غليت فنجان قهوة، لانه هيك كان شوي يعني راسي شوي عم يوجعني، فقلت انه خليني اعمل لي فنجان قهوة وانا وعم احفر الكوسة يعني، فقلت انه بشربه. وبنفس الوقت صبايا حبيت إني أتفرج على شي هيك أسلي حالي يعني. فحطيت هيك على هدول القصص. مين صبايا بحب هيك شغلات؟ أنا كتير بحب هيك القصص اللي بتشرح عن الدين، أو مثلا قصص يعني واقعية حلوة. كتير بحب هيك قصص، بحب كتير اسمع على هيك شغلات. صبايا احكولي انتو شو وقت بيكون عندكم هيك شغل شوي بده قعدة طويلة، عشو بتتفرجوا، على شو بتحطوا؟ صبايا أنا صراحة أحيانا بحط مثلا على مسلسل، أحيانا بحط على برامج تعليمية، أحيانا على قصص دينية. يعني أحيانا بنسلي حالنا وهيك كرمال إنه ما نحس بالوقت، وكرمال إنه تنجح الطبخة وتصير معانا بسرعة يعني. صبايا هون شوفوا حفر الكوسة، بحس إنه بده هيك طولة بال كرمال تطلع الحبة رقيقة وما تنخزق معاكي أبدا. وهون يا صبايا تقريبا بعد شي نص ساعة يعني كانت يعني تقريبا الطبخة جاهزة تقريبا، يعني حفر. فهوني بين ما أنا حفرتهم للكوسات، صراحة صبايا كنت ناقعة الرز يعني. فهيك يعني، وأنا هذا اللب أبدا ما بكبه صبايا، هذا بعمل فيه مثل الخبز. إن شاء الله رح أشارك معاكم طريقتي بالخبز عن طريق الكوسة يعني. صراحة صبايا كتير كتير بيطلع كتير طيب، وهيك بيساعد للروجيم. هو الكوسة كتير كتير مفيد للروجيم كمان. وهيك يا صبايا بعدين بيلزمني طنجرة كرمال إني أحشي الكوسة. وهيك يا صبايا أنا كنت منقعة الرز يعني مثل ما قلت لكم، وجهزت الحشوة، وطبعا جهزتها على طريقتي الخاصة. راح أفرجيكم كيف بنحشيها كمان، وبنترك مجال صغير مشان الرز ياخد راحته بالاستواء. كيف كانت لتكون خارطة دولة العرب والمسلمين لو لم تولد أو توجد دولة بني أمية؟ ليس فقط شكل الخارطة، بل حال العرب والمسلمين كلهم لكان مختلفا.
وهون صبايا تقريبا عملت شي 4 كيلو كوسة يعني، فهون نقعت لهم كاستين ونص رز، وكمان حطيت تقريبا يعني ما بعرف يمكن وقيتين لحمة، يعني أقل من نص كيلو لحمة. وكمان يا صبايا حطيت بقلبه من اللب الكوسة، وحطيت كمان بقلبه توم وملح وفلفل وحطيت زيت، شوية زيت ساغ يعني، بدال ما استخدم زيت النباتي حطيت زيت ساغ. وكمان حطيت معلقتين بندورة يابسة كرمال انه تطلع هيك يعني يطلع الرز بقلب الكوسة يعني طعمته بندورة يابسة. ف وهيك يا صبايا خلطهم كلهم مع بعضهم، واهم شي صبايا جربوا هاي الطريقة، حطوا بقلبه لب الكوسة، بيطلع كتير كتير طيب، وبيطلع وهيك بتستوي الرزاية، بتطلع يعني ما بتطلع هيك انه الرزاية كيف بدي لكم يعني، انه جربوها صبايا واكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، رح يعجبكم كتير. وكمان صبايا بالنسبة للحشي لازم انه تخلوا تقريبا يعني قدر 2 سنتي انه مجال لحتى الرزاية تاخد راحتها بالاستواء، وحتى ما يتخبص الرز يعني كمان بقلبه. وهيك صبايا شايفين ما شاء الله يعني تقريبا بتحشوها 3/4 يعني. وإذا كانت الحباية كبيرة كنت أحشيها 3/4، وإذا كانت صغيرة حبة الكوسة يعني كنت أحشيها تقريبا نصها مثل ما حكيت مشان تاخد راحتها بالاستواء الرزاية. صبايا اكتبوا لي تحت بالتعليقات انتو كيف الطريقة اللي بتعملوا فيها حشوة المحاشي، انتو بتعملوها هيك مثلي ولا إلكن طريقة خاصة؟ كتير حابة أعرف إنه كيف طريقتكم بالتبلة، يعني نحن بنقلها تبلة أو حشوة يعني. فبحس إنه يعني بحب إني أجرب كتير طرق تانية غير طريقتي أنا. اللي بتحب تكتب لي تحت بالتعليقات يا ريت تكتب لي طريقتها الخاصة بحشوة المحاشي. أو الجواسيس، وهو كما ذكرنا لكم صاحب فكرة إنشاء. وبتمنى من الصبايا اللي عم بيشوفوا قناتي لأول مرة إذا كانوا مو مشتركين يشتركوا ويحطوا لايك فضلا وليس أمران، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. حامل هموم الدنيا وقالب خلصت الشغل، وكأني أنا يلي ضربتن على إيدهم وقلت لهم تعالوا تعالوا توظفوا. واحد بيقول لك استعجلي، والثاني بيقول لك لا تصري، وواحد بيقول لك علي صوت الفجري، وواحد بيقول لك انطيها شغلي. لا وكله هي إذا ما طلعنا نوظف. وهيك كمان يا صبايا بعد ما خلصت الكوسة، فأنا قلت إنه خليني أمسح الطاولة مشان أمن على البيت، لأنه كنت قبل بالنهار منظفته يعني للبيت، فقلت إنه مشان كمان لما يرجعوا الولاد يكون البيت كتير رايق وهادي، وكرمال صبايا إنه ما هيك يتراكم عليكي الشغل هيك أول بأول، فإنه هيك بترتاحي أنتِ نفسيًا، وبنفس الوقت صبايا بيتم البيت مركّان طول ما أنتِ عم بتشوفيه يعني. يا سيدي روح الله ينولك اللي بالك، وإن شاء الله على ما عاوزين يا رب. عاوز يا كريم. وهون يا صبايا أهم شغلة يعني أهم طريقة. هلأ أنا صراحة صبايا ما باحط ال البندورة اليابسة أو المربى البندورة يعني بمي باردة. أول إشي صبايا أنا باغلي المي، وبعدين هلأ متل ما شايفين يعني باحط تقريبا كمية البندورة اللي أنا بدي إياها، دبس البندورة، وصبايا بخليها تغلي على النار. فإنه هي أثناء الغليان البندورة صبايا على النار بتعطي نكهة كتير طيبة، يعني مثل كأنه بتتعقد يعني فوق ما هي بندورة بتتعقد بزيادة. وصراحة صبايا بحط كمان ملح، وبحط لها نعناع يابس، وهيك بس إنه غلت المي بعدين بسقطهم فوق المحشي كرمال وصراحة صبايا هي الطريقة كتير كتير بتساعدك إنه تستوي بسرعة الأكلة. يعني هلأ هي الأكلة بدها 40 دقيقة على النار، لما بتغلي هيك البندورة يعني لما بتحطي البندورة من دون غلي بتاكل تقريبا شي ساعة ونص. فأنا هيك صبايا بستغل الفرصة أو هيك بستغل الوقت يعني إنه بغليها بين ما أحشيهم تكون هي غلت
يعني غلت هي الصوص، فبسرعة صبايا بحطها فوق الكوسة هي هي يعني خالصة من الغليان. وهيك صراحة صبايا ما بتاكل معاكي وقت أبدا، بتاكل معاكي 40 دقيقة وبتكون الأكلة جاهزة. وهون يا صبايا بما تستوي الطبخة صار وقت نشوف مع بعضنا البوكس اللي وصلني جديد. فقلت بشارك معاكم مشترياتي يعني من الشي ان. أنا كتير بحب الشي ان. فهون كان واصلني الطرد قبل بيوم يعني، فأنا بس فتحت الكيس وشفت شو بقلبه يعني، يعني ما فتحت الأغراض، بس فتحت إنه البضاعة يعني وصلتني نفس اللي أنا وصيت عليها. فهون يا صبايا أول شي شو جبت هذا البوط كرمال الطلعة والتمشاية. هو كتير مريح صراحة صبايا، أنا جربته يعني رحت امبارح فيه على دوامي، فكان كتير كتير مريح وكتير حلو. وكتير عجبني موديله يعني، وصراحة كان كتير مريح، وللتمشاية بالسويد كتير حلو. هيك الكعب يعني هيك بيجي صبايا مريح، يعني مثل كأنك عم تدوسي على اسفنج. فكتير حبيته وحبيت الكواليتي تبعيته. وحبيت اللون البياض، فحسيته انه كتير حلو مناسب لفصل الصيف ان شاء الله يعني. وكمان صبايا وصيت على جزادين. هلأ هي الطلبية صبايا هي بس لإلي يعني، ما جبت شي لأولادي أبداً. بهي الطلبية قلت هيك خليني أدلل حالي واشتري لي هيك كم غرض على الصيف. وهيك يا صبايا جبت هذا الجزدان. كتير حبيته، هو لا كبير ولا صغير. ما عدت حبيت هيك الجزادين الكبيرة اللي يعني بدك تحشيها كتير أواعي وكتير غراض لحتى إنه هيك تتم جالسة. فهيك حبيت هدول الجزادين هيك عم يجوا وسط يعني حجمهم. يعني هيك بساع موبايل، بساع شغلات خفيفة. يعني شغلات شخصية خفيفة هيك بتحطيها بقلب الجزدان. صبايا كتير مهم، كتير بيهمني رأيكم، شو رأيكم بهذا الجزدان؟ وكمان هون يا صبايا جبت هذا الجزدان التاني، يعني مشان انه نبدل يعني. ما يكون جزدان واحد انه يصير نركع عليه فبيتخ بسرعة وبيعطل بسرعة كمان. فهيك صبايا حسيتهم انهم كتير كتير حلوين، وصراحة هالمرة كتير عجبني الكواليتي تبعيت كل القمايش، كل الأغراض اللي اشتريتها، وحبيتهم كتير. وطبقت مع هذا الجزدان اللي عنده سحاب ذهبي، هي اللفحة كمان حسيتها كتير حلوة، وهيك بتيجي مثل الليجرة بتمط، وهيك بنفس الوقت هي قطن. كمان حبيتها، وهيك كمان فيها خط ذهبي. كتير حبيتها كمان، ويعني مناسبة للأغراض اللي اشتريتها. وهون يا صبايا هذا حبيت اشتريه، هذا هيك مثل بانتو جينز. حسيته كتير حلو. بالسويد صبايا يعني صعيب يجي صيف، بس ما بيجي شوب كتير، فهي القمايش كتير مناسبة عنا يعني هون.
فهيك حبيت كتير الموديل والقماشة كتير كتير حلو. وأهم شي صبايا تجيبوا نفس القياس إذا حبيتوا، يعني قياسكن نفسه. مرة جبت مثله بس جنز طلع صغير، يعني مع إنه جبت قياسي بس طلع صغير. فهذا صبايا طلع كتير كتير كويس وكتير مناسب وكتير حبيت شكله. شايفين هيك صبايا حبيت أفرجيكم إياه شكله من فوق لتحت يعني. ف ما بعرف، عطوني رأيكم صبايا، كتير بيهمني رأيكم بالقمايش بالأغراض اللي اشتريتها، وأي قطعة صبايا حبيتوها اكتبوا لي تحت كمان بالتعليقات. وكمان هون يا صبايا حبيت اني اجيب بيجامة للبيت، هيك موديلها عريضة يعني، فكمان هيك دارج يعني. كتير صبايا دارج هيك انه البناطرين العريضة، يعني بشكل عام كل الألبسة للكبار وللصغار للزلم للنساء، يعني حسيت انه كتير دارج القمايش البناطرين العريضة، الأواعي العريضة هيك يعني صايرة الموضة. ف وهي صبايا عطوني رأيكم بهي البيجامة، وحبيت كتير لونها. او مثل ما قلت لكم يعني بالليل عم بيصير برد عنا، حتى لو كان يعني اجى الصيف بيكون في برد، يعني مقبول انه الواحد يلبس هيك شي. وهيك صبايا يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات اي قطعة حبيتوها اكثر شي. انا بالنسبة لإلي كتير حبيت كل قطعة اشتريتها، حسيتها كتير حلوة وكتير مناسبة بالنسبة لإلي. وبس. وصبايا كمان بدي رأيكم إذا بمنتجات التيمو. صراحة أنا كتير عم شوف على الإنترنت إنه التيمو جودة الأواعي عنده أفضل من الشيئين. بتمنى يا صبايا اللي مجربة التيمو أو مجربة البضاعة اللي موجودة بالتيمو تكتب لي تحت بالتعليقات، كرمال إنه أتشجع وأوصي أغراض من التيمو، لأنه كتير كتير جا عبالي إني أجرب منتجات غير منتجات الشيئين. بتمنى صبايا اللي مجرب التيمو أو بيجيب أغراض منه يا ريت يكتب لي تحت كمان بالتعليقات، لحتى لي أتشجع وأشتري كمان أغراض من مكان تاني. وهيك يا صبايا استوت طبختنا، وهلأ إن شاء الله رح أضبط المطبخ كمان قبل ما يجوا الأولاد. ولازم صبايا بعد ما يستوي المحشي بشكل عام إنه تفضي عنه المرقة. وهيك يا صبايا صارت طبختنا جاهزة، والريحة بتجنن والشكل بياخد العقل. شوفوا صبايا كيف طلع ما شاء الله الكوسة، والله يعني الصورة تتكلم ما شاء الله، طلع كتير كتير طيب. وطلع أو الرز استوى طبعا. وصبايا شوفوا كيف يعني أنا كتير بحب أتفرج على مرايا أو أتفرج هيك على مسلسلات قديمة، وخاصة وقت بيكون هيك طبخ يعني بذكرنا بطفولتنا، بذكرنا بأمهاتنا، يعني الله يخلي لنا أمهاتنا وأمهاتكم. فهيك يا صبايا سبحان الله، والله اشتهيتكم كلياتكم، يا ريتكم جنبي لحتى أطعميكم أدوقكم كيف الطعمة. وهيك يا صبايا ما شاء الله، يعني يا ريت تكونوا عنا أو جنبنا، يعني كنا كلياتنا كنت أخذت رأيكم يعني بالطعمة. والله طلع كتير لذيذ، بنصحكم صبايا تجربوا نفس الطريقة اللي أنا اتبعتها. طلع يعني طلعت كتير كتير طيبة. وهيك يا صبايا حبيت إني شوي أجرب أدوق معاكم وأتأكد 100% إنه استوت الطبخة. وهيك صبايا والله طلعت بتجنن. وبتمنى يكون يا صبايا الفيديو اليوم عجبكم واستمتعتوا معاي بهذا الروتين. بتمنى من كل قلبي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، تكتبوا لي رأيكم، وتكتبوا لي تعليق حلو. وبشوفكم بفيديو جديد، ومع ألف سلامة.